السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده هنكمل بقى الفيديو بتاع باقي المشروبات. يا جماعه لقيت كميه مشروبات والله العظيم، انا لولا القناه دي انا عمري في حياتي ما كنت فكرت ان انا اجربها اساسا. فهنبتدي بقى على السريع كده اهوت، علشان خاطر انا عندي شويه مشروبات كتيره برضو يعني. طيب هنبتدي ب ده ده يا جماعه مشروب صودا باللبن. انا مش عارفه ايه صودا باللبن ده صراحه، فهنجرب مع بعض ونشوف. اتمنى ان ما يبقاش فيه صدمات كتير زي الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو اللي فات يتفرج عليه، لان فيه كان شويه حاجات غريبه. ده ايه ده ريحته ليمون. طب نشربه كده على طول. بسم الله. والله مش وحش، هو طعمه غريب بس حلو يعني يتشرب. والله عجبني، حلو حلو حلو. طيب ندخل على اللي بعده. دي صودا دي بالايه، بالبوب سايكل. العيال هنا هو بيحبوا البتاع ديت جدا جدا يعني، فهنجرب ونشوف. هي فيها مزازه، هي ما فيهاش سكر، فيها طعم بلوبيري. عارفين البلوبيري اللي هو بيبقى الصغنن دوت المدور، اللي لونه اسود مسود شويه، على يعني اسود مزرق، ده هو دوت فيه طعم جامد منه. ده مش وحش، واحلى حاجه ان هو ما فيهوش سكر كتير، لان هم هنا الحاجات اللي فيها سكر، اللي بيحطوا الحاجات دي فيها سكر كتير، بتبقى بيحبوا السكر قوي. فديت ديت لطيفه يعني. دي صودا بالبلو بيري. طيب احنا لسه شاربين حاجه بنفس الطعم كده اهوت، فالصغيرين دولت مش من المره اللي فاتت، من الفيديو اللي فات، وانا متعقده منهم صراحه، ما عجبونيش. فالصودا بتاعتهم قليله قوي، بس يعني انا كنت كده كده جايباهم يعني، فهنجربهم مع بعض. طيب هنجرب كده على طول. ريحته بلو بيري جدا. لا وحشين جدا الصغيرين دول. لا 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 لا، دولت عبارة عن طعم صناعي، معهم لون وحبة سكر، مش حبة سكر، كتير سكر. فلا ده مش حلوين ابدا الصغنانين دولت. طيب دي صودا بالبطيخ، الووتر ميلون. انا ما شفت الصودا بالبطيخ قبل كده، هو فهنحاول نفتحها. يا قوي، ملهاش ريحة قوي يعني. طيب نجرب. بسم الله. ما عجبتنيش. عارفين عاملين زي ايه؟ زي ما تكونوا جايبين بطيخة قرعة، نفس الطعم والله العظيم. بطيخة قرعة، اعصروها وما تحطوش عليها سكر واشربوها كده اهوت. يعني هي ديت لو انت تايه في الصحراء وما لقيتش غير ديت، فسمي واشربها وامرك الى الله، علشان بس ما تموتش يعني. لكن هجيبها تاني؟ لا اعتقد يا اختي. طيب نشوف اللي بعده. ده مشروب بتاع الفايف سبايسز،
البهارات الخمسه اللي هي القرفه والجنزبيل واليانسون النجمي. مش اليانسون بتاعنا، بيبقى اليانسون النجمي بتوع شرق اسيا، وجوز الطيب، النتميج. طيب هندوق. هي ملهاش ريحه ليه؟ انا كنت فاكره ان الريحه هتطلع. طيب ندوق. بسم الله. الجنزبيل قوي جدا. هو الجنزبيل حاطين كتير ففي طعم مرارة في البق، دي مش صودا، ده زي لما تحطوا الأعشاب كده اهوت وتغلوها وتحطوا عليها طن سكر وتشربوه. يعني أنا مش عارفة هل ممكن في حد يحب حاجة زي كده ولا لأ. يعني أنا عن نفسي ما حبيتهاش أبدا. طعم المرارة لسه في بقي لغاية دلوقتي. لهوي يا ستار. ده انا بقى كان نفسي اجربه. هو اعتقد ان هو موجود منه في مصر، ويعني في ناس كتير سمعت عنه، بس انا بالنسبه لي دي اول مره في حياتي اجربه، اللي هو البابل تي بالتارو. التارو اللي هو القلقاس، القلقاس. فطعمه ايه؟ اتمنى ان هو يبقى طعمه حلو عشان خاطر ما تبقاش صدمه. العصافيري ورا صحي وما اعرفش شايفينهم ولا لا عشان الانوار. طيب نشوف ده شيء. طب انا كنت عايزه البابلز اللي تحت، انا كده هضطر افرخها كلها ولا ايه؟ نجرب مع بعضينا. الله، ريحته حلوه قوي، بس هو لونه للون اللي الشاي بلبن بالظبط يعني. حلو قوي وسكره مظبوط، وفي طعم كده الكريمي كده هوت حلو جدا. يا ريت ما عجبني عشان خاطر ده غالي قوي. الله، اخيرا في حاجه ممكن الواحد يستمتع بيها. ده بقى انا بعد ما اخلص الفيديو هقعد على جنب كده اهوت واقعد بقى ايه استبخمخ فيه شويه. نيجي ندخل على بعد كده. ده ايه ده؟ عصير بطيخ. احنا كنا شربنا الصودا بطيخ، ده عصير بقى بطيخ. انا برضو ما جربتوش العصير البطيخ ده خالص يعني، فسنجرب مع بعضينا كده. ايه ده نفس اللون التاني. طيب ده نفس ريحة التاني يا جماعة، في ايه؟ يا رب ما يكونش ريحته ما يطلعش بطيخ بقى اقرع تاني. هو مش وحش، مش بطيخ اقرع قوي، بس مش طعم بطيخ. بصوا، هو طعم بطيخ احمر حلو، لكن تخيلوا انك انتوا ضاربين البطيخ مثلا في الخلاط وحاطين عليه كميه ميه كبيره، فهو طعمه حلو ولكن خفيف، النكهه بتاعته خفيفه. معلش انا اسفه جدا ازعجتهم وهم كانوا نايمين. فحلو، حلو يعدي. ده ليمون مع فاكهه الكلامنسي ده هو على حسب ما قريت ان هو فاكهه طعمها ما بين الليمون واليوسفندي. هدور لكم لو لقيت لكم الفوائد بتاعتها هسيبها لكم هنا اهوت. ماشي. ريحته، هو تصدقوا ريحته ليمون على يوسفندي فعلا. طيب ندوق.
بسم الله. هو بصوا هو قريب لليوسفندي اكتر، ما فيهوش المزازه قوي بتاعه الليمون، سكره حلو قوي، فهو كمشروب ده مشروب منعش جدا، يعني حلو قوي لما الواحد يشربه بعد أكلة دسمة، بعد حاجة زي كده، هو حلو قوي منعش. ده يا جماعة مشروب اسمه كمبوشة، والله العظيم مش بهزر. مشروب مشروب بأعشاب اسمها الكمبوشة. الأعشاب دي هي حاجة أعتقد عاملة زي الجينسينج أو حاجة زي كده. هو ف بيقولوا إن هي مفيدة جدا، فأنا كان عندي يعني كان نفسي أجربها، أشوف الأخبار بتاعتها، يعني هل هي فعلا حلوة وبتفيد الجسم. هسيب لكم الفوائد بتاعتها برضو هنا اهوت عشان خاطر تبقوا عارفين. طيب فعلا أوبسي، أنا مش عارفة هي صودا ولا إيه. هو مكتوب هنا اهوت إن هي عبارة عن الكمبوشة وشاي، شاي اللي هو الأحمر العادي، وشاي أخضر، كيوي، وسكر. فهنشوف. طيب هنجرب مع بعض. حاجة غريبة قوي، طعمها قوية، بقلل في البق كده اهوت، طعمها غريب. طيب ده شاي أخضر بالياسمين، شاي أخضر بالياسمين. هما هنا بيحبوا الشاي الأخضر المعلب ده. هنجربه الشاي الأخضر بالياسمين ده هوت. أنا عارفة الشاي الأخضر العادي، مجربتش شاي أخضر بالنعناع، لكن شاي أخضر بالجنزبيل بالياسمين ده ما جربتهوش. هو شاي أخضر. والله الشاي الأخضر خفيف، جاي من بعيد كده اهوت. الياسمين طعمه واضح قوي فيه، فهو حلو، لكن انا بالنسبه لي ما افضلهوش، لان انا ما بحبش عموما المشروبات الخفيفه دي. طيب وندخل على ده. ده مشروب او عصير صبار. ايوه عصير صبار. طيب هنشرب. انا جربته قبل كده هو، بس مش نفس النوعيه دي هي، فهشوف. ده اعتقد حاجه صيني او حاجه زي كده، فهنجرب مع بعض. طيب هنجرب مع بعضينا. هو لون الميه بالظبط، يعني انا لو حطيته لحد كده هو هيفتكروا ميه. في حتت صغيره من الالوفيرا، فمش عارفه هيبقى طعمه ايه ده. في طعم، في حتت فيه قطع كده هوت. طعمه برضه خفيف، يعني انا التاني اللي شربته بالرغم ان هو كان ارخص، لكن طعمه احلى من ده هو. طيب هندخل على اللي بعد كده هوت. ده يا جماعه نبيت حلال، والله العظيم حلال، ما فيهوش ولا حاجه، حتى مكتوب اهو بصوا ديزالكوليزي، يعني معناتها بدون كحول. فانا قلت اجربه. وبسي. طيب ما نشوف طعمه ايه. طيب. هم حاطين له خل ده ولا ايه؟
حاطين له خل، حاطين له ملح ليمون غالبا علشان خاطر يعني يدي لك نفس الاحساس، بس هو مش حلو. ما اعرفش بجد اللي بيشربوا الحاجات دي هما بيحبوها على ايه. هندخل بقى على ايه؟ هندخل على الحاجات بتاعه الالبان. لبن الكاجو، فانتوا طبعا يعني سمعتوا عن لبن اللوز ولبن الشوفان، دولت منتشرين والناس ابتدت تعرفهم، والناس ابتدت في ناس كتير بتحبها وبتفضلها. لكن لبن الكاجو انا عن نفسي ما شفتهوش في مصر قبل ما اجي، وما جربتوش لما جيت هنا. هو بس طبعا الكاجو انا بحب الكاجو، فهنشوف مع بعضينا. هنجرب بسم الله. وطعم الكاجو جاي من بعيد، كنت متخيله ان هو هيبقى كريمي اكتر من كده، بس هو حلو كبديل للبن للناس اللي عندها حساسيه اللاكتوز. فاعتقد ده من الحاجات اللي هتبقى لطيفه جدا، طعمه حلو، طعمه مستساغ جدا، ما فيهوش اي حاجه ممكن تضايق يعني. وهندخل على اللي بعده، لبن عين الجمل. كان في كمان لبن الفستق، بس انا ما حاولت ادور عليه في كذا حته، كان بيبقى مش من الحاجات المنتشره قوي يعني، ما جبتهوش. فنشوف لبن عين الجمل. لبن عين الجمل لونه اغمق شويه، عامل زي ما يكون يعني لونه بيج شويه، معرفش هيبقى باين، بس لونه بيج شويه، مش زي الكاجو. الكاجو لونه ابيض. بسم الله. ده عامل زي ما يكون لبن يعني لبن وانتوا ضاربين فيه عين جمل. والله حلو لذيذ يعني، والله مشروبات لطيفه جدا. ده كفكره مش حاجه غريبه، لكن هو الغريب بالنسبه لي ان هم يحطوه في علبه. ده الباتر ميلك، او اللي هو لبن المخيط، اللي هو عارفين لما بتيجوا تضربوا القشطه وبعد كده هو تفصل الزبده عن اللبن، الميه اللي بتبقى موجوده، اللي هو بقى بيسموه لبن المخيط. ده معروف، لكن انا اول مره اشوفه محطوط في علبه وبيتباع. ما اعتقدش ان هم هنا هو بيشربوه او بيجيبوه علشان خاطر يتشرب، لكن هو بيستخدم اكتر في المخبوزات. هو ده لونه، طعمه عامل زي اللبن الرايب بالظبط، بس لبن خفيف، فطعمه حلو قوي، طعمه منعش، والله لطيف يعني، حلو قوي. انا عجبني، وعجبني حتى كمشروب فلطيف يتشرب. انا هشربه يعني، انا عن نفسي ممكن افكر ان انا اجيبه تاني يعني. اللي كان برضو الحاجه المعروفه، لكن اللي استغربت له ان هي محطوطه في يعني بتتباع في السوبر ماركت برضو، لبن المعيز. يعني لبن المعيز معروف، لكن انا في حياتي ما شفتهوش بيتباع في السوبر ماركت ولا بيتباع في اي حته، الا بقى لو انتوا في الفلاحين او او بدو ومربيين عندكم بقى
معيز ومواشي وحاجات زي كده، فممكن تحلبوا المعزه وتشربوا اللبن بتاعها يعني. لكن كمنتج موجود في علب وبيتباع في السوبر ماركت انا ما شفتوش، بس ما عرفتش اجيبه. ما عرفتش برضو اجيبه. هندخل على المنتج المنتظر وهو لبن الفرخه. يعني الفرخه ازاي بتتحلب؟ نفسي اعرف. هو مسمينه لبن الفرخه ليه؟ انا مش عارفه. فهنشوف مع بعض. اعتقد هو من مكوناته البيض، لبن وسكر، صفار بيض، زبدة. اعتقد ده المنتج ده هو بيتحط دايما في الكريسماس، في اعياد الميلاد. ف انا متحمسة ان انا اجرب. ايه ده عامل زي الكاستر. ده في السبايسز اللي هي بتاعت عيد الميلاد، اللي هي القرفة. ريحة القرفة جامدة. القرفة والجوز الطيب. بسم الله. الله، حلو قوي. والله طعمه جميل، بالظبط عامل زي ما يكون كاستر، بس انتوا عاملينه عصير، مش بيتاكل كده. هو طعمه حلو قوي. السؤال هو انتوا ليه مسميينه لبن الفرخ؟ ليه لبن الفرخ؟ مش فاهمه. ف كمنتج حلو، ولو شفته تاني لو شفته هجيبه تاني. حلو قوي. المنتج اللي بعد كده ده يا جماعه لبن غريب. يعني احنا شفنا لبن الجوز الهند، وشفنا لبن كل انواع المكسرات، الكاجو، جوز عين الجمل، اللوز، الفستق. لكن شفتوا لبن الفول اللي احنا بناكله، الفول المدمس ده لبن فول. يعني هم عصروا كل حاجه، ما سابوش حاجه ما عصروهاش. هو لونه عامل زي لون لبن جوز لبن عين الجمل. معرفش، هو مش باين في الكاميرا. طيب، هو ريحته عامله زي اللبن الشوفان. بسم الله. والله حلو. والله انا ده صدمني، لان انا كنت شارباه ومتخيله ان هو هيطلع وحش، لكن ده اكتر بديل لبن طعمه كريمي وغني وطعمه حلو قوي. والله جميل جدا. فده حتى بصوا الكوبايه عامله ازاي، من كتر ما هو كريمي. شايفين يعني سايبه علامه، ما تحسوش ان هو ميه. فحلو. هجيبه تاني، لو لقيته اكيد هجيبه تاني. طيب هنخش بعد كده هوت على لبن الرز. لبن رز. و انا مش هنجرب. بسم الله. والله حلو، مش وحش. طعمه
كريمي. يعني انا مستغربه ان الحاجات اللي انا كنت فاكراها المفروض تبقى كريمي كده وحلوه، على اساس عشان خاطر هي اساسا دسمه زي لبن الكاجو وعين الجمل، طلعوا خفاف جدا. والحاجات اللي هي الفول والرز، لبن الفول ولبن الرز، طلعت فيها كريمي، طعمهم لطيف، وفيها تسكيرة كده هو حلوة، تسكيرة طبيعية لطيفة جدا، وفيها زي فانيليا كده أو حاجة زي كده هو جاي من بعيد. طيب، وأخيرا اللبن ده يا جماعة هو لبن عادي، لبن بقري عادي، لكن الميزة اللي فيه إن هو معمول بطريقة بحيث إن نسبة البروتين اللي فيه عالية جدا، يعني نسبة البروتين 18%، فدي نسبة عالية جدا. طيب ونفتحه. هل هو طعمه مختلف؟ والله لبن، طعمه لبن عادي. بصوا هو طعمه لبن عادي، لكن هي الميزة فيه ان نسبة البروتين اللي فيه عالية، فلو حد بقى بيروح الجيم وبيهتم ان هو ياخد بروتينات كتير وكده، اعتقد ان ده هيبقى اوبشن حلو جدا بالنسبة له. ده شاي بالفانيليا، يعني شاي بالفانيليا انا ما سمعتش عنه قبل كده، هو فهروح وده يا جماعة كريمة الصويا، كريمة صويا. أول مرة أنا أعرف لبن الصويا، لكن كريمة صويا دي كانت جديدة بالنسبة لي. واو، إنها لا ثقيلة طبعا، ديت ما أعتقدش إن ممكن الواحد يعني يشربها كده، كريمة تقيلة. دسمة حلوة، وطعمها لبن صويا بس دسم قوي. لا صراحة طعمها حلو، أنا مستمتعة بالفيديو النهاردة. وهنجرب بقى آخر حاجة الشاي اللي بالفانيليا. يعني الحاجة عندهم هو أنا اللي مناخيري اللي فيها المشكلة، ولا الحاجة اللي ريحة عندهم مش جامدة؟ كنت متخيلة ريحة الفانيليا هتطلع بقى تخرم مناخيري. طيب بسم الله. أنا لا شم ريحة فانيليا ولا حاسة بطعم فانيليا. يمكن بس لا، أنا مش حاسة بطعم فانيليا خالص صراحة. فده ما أعتقدش إن أنا هجيبه، أو ما بيسوقوا كده هو حاجات يمكن على الفاضي. بس هو كطعم شاي حلو. وبعد كده الشاي تقيل. يعني احنا هنا هو الشاي بتاعهم بيبقى عادة خفيف، هنا هو ما بيحبوش الشاي عموما. الشاي اللي ممكن يشربوه اللي هو الشاي الأخضر، واللي هو بيبقى المعلب ده اللي هو الباكيتات والحاجات اللي زي دي ما بيشربوهاش الحاجات دي يعني. شاي اخضر بقى اللي هو محطوط له بقى طعم ومش عارفه ايه، وخصوصا الشاي الاخضر اللي بالليمون اللي في كان،
لكن الشايات العاديه ما بيفضلوهاش هنا. هم هنا القهوه بالنسبه لهم نمبر 1، المشروب نمبر 1. الشايات بتاعتهم اللي جربتها هنا كلها خفيفه وما عجبتنيش. ده شاي تقيل حلو. ف ايه ده والله، تصدقوا لما قعد شويه ظلمته انا. والله لما قعد ريحه الفانيليا ابتدت تبان، يعني يمكن لما يقعد اكتر. فالمهم دي كانت كل حاجه النهارده. اتمنى ان انتوا لو كنتوا انبسطتوا معايا ولو حتى دقايق بسيطه تعملوا لي بقى لايك وشير واشتراك وفعلوا الجرس، فعلوا الجرس علشان خاطر اول ما انزل فيديو يجي لكم، وعشان خاطر القناه بقى تكبر بيكم ونقدر نعمل بقى ايه محتوى وحاجات كتير تعجبكم باذن الله. واشوفكم في فيديو تاني. مع السلامه.